يضرنا واش غادي ينفعنا. هذه راه مهمه بزاف. دابا حنايا لان الجار ديالنا هو الجزائر، ولان التسليح البوليزاريو والتمويل البوليزاريو كيجي من النظام الجزائري، ما كنقولش من الشعب الجزائري، واخا بزاف ديال الشعب الجزائري كيعاونوا في هذا الشيء بعض المرات. دونك النظام الجزائري، الدوله الجزائريه كتسلح البوليزاريو، كتمول البوليزاريو. دابا حنايا راه من حقنا وكيهمنا، وهذا راه من حقنا، يعني من حقنا يعني اننا نعرفوا هاد الجزائر الا غادي تدخل لهاد المجموعه ديال البريكس، اش غادي حنايا نربحوا واش غادي نخسروا حنايا كمغاربه. هذه راه مهمه بزاف. هاد الشيء انايا راه ماشي انايا اللي خصني ندير هاد الشيء في اليوتيوب، راه الاساتذه الجامعيين المغاربه هما اللي خصهم يفتحوا نقاش عمومي في ميديا ان تي في، ولا في الدوزيام، ولا في الاولى، ولا في قناه الصحراويه العيون، ولا قناه الامازيغيه، واللي بغيتي، ولا قناه اليوتيوب، ولا غير في جامع الفناسيدي، ولا غير في الدرب عمر. دير لينا تماك شي صحفي ديال كازابلانكا ديال الدار البيضاء يجمع لينا شي جوج استاذ جامعيين ديال الدار البيضاء، ويدير لهم واحد تماك واحد جوج كراسه واحد الطبله ويفيلميهم ويقول لهم انتوما اساتذه جامعيين مغاربه، قولوا لنا الا مثلا دخل البريكس، الجزائر الا دخل المجموعه ديال هاد البلدان البريكس، حنايا كالمغرب كمجتمع مغربي اش غادي نربحوا واش غادي نخسروا في هذه القضيه هذه. واش هذا الشيء زعما مستحيل؟ هذا الشيء راه يعني الا كاع التلفزات المغربيه ما بغاوش يديروه، شي انسان مغربي خصو يدير هذا الشيء، خصو يدير هذا الشيء راه سهل. هذا الشيء راه سهل يعني على الاقل باش المجتمع المغربي يتنور، يعرف اشنا هي البلاد ديالو، اشنا هما الجار ديالو، اشنا هما البريكس، اشنا هو البعيد عنده، اشنا هو المزيان معاه، اشنا هو الخايب معاه. بون كتعرفوا ان الخايب معنا اليوم وهو النظام الجزائري. علاش؟ لانه كيسلح البوليزاريو، كيمول البوليزاريو، باش نكونوا يعني دقيقين بهذه الدقه هذه. دابا كتعرفوا ان البرازيل هو هذا هو البرازيل، البرازيل اير روسيا، هذه هي روسيا. من هنايا من هذه الصغير البلده الصغيره من هنا حتى لهيه روسيا. اي الهند، لاند، هذا هو الهند، هذه البلد هو الهند. سي تشاينا يعني الصين، الشينوا هذا هو البلد ديال الشينوا، هذا هو البلد طلع هكا حتى للبحر، هذا هو الشينوا. وهذه تايوان كتبان من هنا، هذا هو الشينوا، هذه هي الشينوا. و اس يعني ساوث افريكا يعني جنوب افريقيا، لافريك دو سود، هذا جنوب افريقيا. جنوب افريقيا هو هذا هنايا، فهمتيني؟ دابا خصنا نشوفوا. دابا انا بعدا كنستغرب الا يعني هاد المنظمه البريكس يعني الا تسمح يعني الجزائر تدخل ليها، لان الا خصك تدخل لهاد المنظمه ديال البريكس. انا ماشي حساد باش ما يقولش شي جزائريين حاسد، انا ماشي ما كنحسدش، انا ما عندي حتى شي مشكل مع يعني ما عندي حتى شي مشكل. انا المشكل ديالي واش كتعرف المشكل ديالي، وهو ان الجزائر كتسلح البوليزاريو وكتمول البوليزاريو. واش فهمتيني؟ كتسلح البوليزاريو. واش كتعرف هذاك الكاسك ديال البوليزاريو، هذاك التقشيطه اللي كيلبسوا ديال الحرب ديالهم، هذاك الكلاشنيكوف، هذوك الصواريخ المدفعيه اللي كيسميتو، راه كاع هذاك الشيء راه كيجي من الجزائر، والجزائر كتشريه من روسيا. وباش كتخلصوا بالعمله الصعبه وهو بالدولار الامريكي. وفين كتجيب هاد الفلوس؟ كتجيب الفلوس منين كتبيع البرميل ديال البترول، ومنين كتبيع الغاز. باش تعرف البوليزاريو راه التمويل ديالو والتسليح ديالو كيجي من الجزائر. هذا هو المشكل ديالي انا، هذا هو المشكل الكبير ديالي انا ما عندي حتى شي مشكله حل الحدود ولا سد الحدود ولا الكره، هذا البح، هذاك نجح، هذيك لوزين مزيان، هذاك الاقتصاد الجزائري مزيان، ديال المغرب مزيان، هذا ماشي مزيان. انا داك الشيء كله راه كاع البلدان عندهم المشكل، وهو انك تسلح ليا الجار ديالي ضدي انايا، انك تسلح البوليزاريو، ضد المغرب اللي هو يعني في الحرب ديال لانديبوندونس، الحرب ديال التحرير ديال الجزائر. كانوا مغاربه كيساندوا الجزائر بالسلاح كيساندوهم بداك الشيء اللي قادرين كيساندوهم حقيقه. وهذه الحقيقه راه بزاف ديال الجزائريين راه كيحاولوا يعني يقجوها،
فهمتوني؟ كيحاولوا يعني انها يعني يردوها ماشي صحيحه، راه صحيحه. راه هذا الكلام اللي كنقول لكم راه كيجي من بزاف ديال الجزائريين الكبار، وهذه راه حقيقه، وكيجي من لي زارشيف ديال فرنسا، لي زارشيف ديال فرنسا. بون ما غاديش ندخل في هذه التفاصيل. دونك كتعرفوا ان المشكل ديالنا مع الجزائر وهو تسليح البوليزاريو وتمويل البوليزاريو. صاحبي هذا الشيء راه ما كتكرروش بزاف مع الاسف، ما كتعاودوش بزاف، لا في فرنسا 24 لا في الجزيره لا في القناه العربيه. كتهضروا على سد الحدود، شكون اللي سد الحدود؟ بوم ديال اش قال حسن دو قال لك سد، هلا قال لك هذاك حل، اش قال لك هذاك مغاربه مطرودين، هذاك طرد، هذاك الجزائر قال لك البومبا مات البومبا. هذا كله سي سكوندير، هذا كلشي داكشي كله راه عند الدول الكبرى والصغرى هذوك المشاكل وعالجوهم. الدول الأوروبية راه عالجوا مصائب ومشاكل كبيرة اللي داروا بيناتهم، ولا سيما القتال والنحر بيناتهم. فهمتيني؟ وبذلك لقاو الحلول وتقدموا لقدام، وحنايا ما بيناتناش هذا الشيء وعندنا مشاكل ويعني وكنتخبطوا في هذا الشيء. انا كنتمنى من اي مغربي انا كنتمنى من اي مغربي انه يعرف ان المشكل ديالنا مع الجزائر وهو تسليح البوليزاريو وتمويل البوليزاريو ضد المغرب. الوغ المغاربه من قبل كانوا كيعاونوا الجزائر فسميتو في حرب التحرر ديالهم في الجزائر. هذه راه حقيقه، ما تقول ليش هذه راه ما ولا حتى هذوك اللي كيقولوا علاش كتقول الجزائر كما قلت لكم في هذوك الفيديوهات الجزائر هي فرنسا هي اللي صنعتها. راه هذه راه ماشي يعني كندير الاوام، هذه راه حقيقه، هذه راه حقيقه. الجزائر اللي كتشوف اليوم راه فرنسا هي اللي خلاتها، راه ماشي غير المجاهدين المجاهدين الجزائر هما اللي خرجوا زعما فرنسا. راه فرنسا كون ما بغاتش في 1960 61 62 هكا كون ما بغاتش تخرج من الجزائر راه ما عمرها غادي تخرج. راه خرجات لان يعني شافوا باللي ان ماشي يعني ما يعني هادو مسلمين وحنا كاثوليك، فهمتيني؟ ولكن يعني كون بغات تبقى راه غادي تبقى، وبالحروب والمشاكل وبحال فلسطين واسرائيل تقريبا. وشكون اللي غادي ياكل الدق بزاف؟ راه هما الجزائريين. يعني الجزائريين اللي يقتلوا جوج في الفرنساويين، راه الفرنساويين غادي يقتلوا لك 15 و16 و18 في الجزائريين. راه هما اوعى واذكى بكثير من القباحه وعارفين هذا الشيء. دونك اللي خرج كيفاش خرجت فرنسا راه ماشي غير بالمجاهدين، راه حتى بالاستفتاء. لو جينيرال دوغول راه حتى هو دار الاستفتاء للفرنساويين، قال لهم اش كتقولوا في هذا المشكل ديال الجزائر؟ واش نبقاو ولا نتقعدوا نمشيو بحالنا؟ الفرنسيين باغلبيه ديالهم فوتاو، يعني مشاو لصناديق الاقتراع وقالوا نقلعوا الباليزات ديالنا نمشيو بحالنا سيدي، نمشيو بحالنا. ومشاو، راه ماشي غير في الجزائر، راه مشاو في اوغندا، مشاو في بوركينا فاسو، مشاو من مالي، مشاو من قلعوا من تونس، قلعوا من المغرب، قلعوا من هذا. راه سي ان بروجي، فهمتيني؟ راه ماشي زعما مشاو لان المجاهدين خرجوهم، راه هذه راه غير صحيحه ماشي صحيحه. فرنسا خرجوا، الانجليز خرجوا من مصر، خرجوا من ليبيا، الانجليز خرجوا من جنوب افريقيا. كتعرف جنوب افريقيا الانجليز كانين هنا خارجين، الالمان خارجين من تنزانيا ولا ما عرف، كلهم يعني داروا اتفاقيات وخرجوا مشاو في حالهم. راه ماشي المجاهدين اللي خرجوهم ديال ليبيا ولا ديال جنوب افريقيا، ولا خرجوا لان يعني صافي خرجوا، يعني داكشي ما مقادش بزاف ومشاو في حالهم. دابا كتعرفوا المشكل ديال مع الجزائر وهو تسليح البوليساريو وتمويل البوليساريو. هذا الشيء راه خصو يتقال لان هذاك مقدمو العمامره في الامم المتحده كيقولوا لك ان حنايا المشكل باباه راه هو في الامم المتحده، الملف في الامم المتحده وحنا لا دخلنا فيه. حنايا بلد، اش كيقولوا هما؟ حنايا بلد الجوار. وكيقولوا واحد الكلمه وهو حنايا لي زوبسيرفاتور، حنايا لي بيي اوبسيرفاتور. حنايا يعني حنايا بلدان غير كنشوفوا، غير حنايا كنتفرجوا كنشوفوا، يعني بلدان حنايا بلدان يعني دي بيي اوبسيرفاتور، فهمتيني؟ وهذا بطبيعه الحال غير صحيح، راه ماشي صحيح. راه انا بغيت هذاك العمامره وهذاك بقدوم يقولوا في الامم المتحده احنا اللي كنسلحوا البوليزاريو، احنا اللي كنمولوا البوليزاريو، والطياره احنا اللي كنمدوا الطياره للبوليزاريو باش يمشيو من تندوف حتى لالجي، ومن وهران ومن الجي يمشيو لبروكسل، يمشيو لنيويورك، يمشيو لجنوب افريقيا، يمشيو. راه بغيناهم يكونوا، ولكن بهذا واخا هذا الشيء زعما خباوه على المجتمع الدولي، راه المجتمع الدولي عارف هذا الشيء، راه عارفوا بشويه عارف هذا الشيء،
انا كنقول لكم بان المجتمع المغربي الدولي عارف بان الجزائر هي اللي كتصلح البوليزاريو وهي اللي كتمول البوليزاريو. المشكل الكبير وهو ان المجتمع المغربي ما عارفش بان الجزائر كتصلح البوليزاريو، وان المجتمع الجزائري حتى هو براسو ما عارفش بان البوليزاريو موجود عنده في الاراضي ديالو، يعني ديال اليوم في نواحي تندو، في المخيمات تندو، في الرابوني موجودين صحراويين في مخيمات تندو. البوليزاريو بالاسلحه ديالهم وبداك الشيء راهما مخبينهم تحت الرمال في الرابوني وفي نواحي تندوف وفي المخيمات. هذا الشيء الشعب الجزائري راه ما كيعرفش هذا الشيء، لان راه ديجا ممنوع عليه يمشي لهذيك البلاصه، غير يمشي تما كيتلقى لك شي هذاك الجندارم جدرميه ديال الجزائر كيقول لك فين غادي انت جاي من عندنا باش غدير هنايا، فين غادي؟ ما عندكش مدير، سير فحال، قلع من هنا سير فحال. واش فهمتوني؟ راه المجتمع، راه الدول الكبرى عارفين بان الجزائر راه كتسلح البوليزاريو وكتمول البوليزاريو، عارفينها، وبزاف ديال الدول الافريقيه عارفينها، والمجتمع المغربي ما عارفش هذا الشيء، والمجتمع الجزائري صاحبي ما كتعرفوش هذا الشيء، وبالتالي كديروا لينا المشاكل لانكم ما كتعرفوش اش كيطرا في ارض الواقع. واسمحوا لي دابا غادي نرجع لهذا المشكل ديال البريكس. دابا الجزائر انا ديجا كنتعجب الجزائر لا تدخل لهذا المنظم، لان ما كتنتج والو الا لو اسميتو هذاك البترول والغاز. كنذكركم بان سميتو بان ليبيا حتى هي عندها البترول وما عرفتش واش كتصدر دابا وكيصدروا شويه والغاز ولا لا، راه خصها حتى هي تدخل البريكس. راه السعوديه هي احسن من الجزائر، يعني متقدمه بزاف على الجزائر وعندها البترول وخصها حتى هي تدخل البريكس. والكويت هي احسن من السعوديه واحسن من المغرب واحسن من الجزائر واحسن، متقدمه عندكم، راه متقدمين بزاف، يعني راه ما كلاوش الفلوس ديالهم ديال البترول ديال الغاز. هاد الناس هاد الكويت هادو ما عرفتش واش عندهم الغاز ولكن البترول هادو هما الا الجزائر تدخل البريكس راه هاد الكويت راه خصهم هما يدخلوا اولا. قطر اش كدير قطر اللي عندها الغاز وعندها البترول ولاباس عليها اكثر من الجزائر اكثر من الجزائر؟ اش علاش ما تدخلش هي البريكس؟ واش فهمتيني؟ دابا راه الجزائر الا بغات تدخل لهذا البريكس راه ماشي لانهما واعرين وعندهم وديمقراطيين وعندهم يعني الاقتصاد طالع، عندهم الهشاشه، راه عندهم واحد الهشاشه بزاف ديال المغاربه راه ما عارفينها، عندهم واحد الهشاشه راه ما كايناش في المغرب، واحد الهشاشه كاينه في النظام الجزائري وكاينه في المؤسسات ديال الجزائر، ما كايناش في المغرب، ما كايناش وحنايا راه ما عندناش البترول وما عندناش الغاز وعندنا المشكل ديال البوليزاريو، والحمد لله وحنايا راه احسن مقارنه مع البترول والغاز اللي عندنا. واش فهمتيني؟ دابا الا بغيتي تعرف الجزائر شحال كتسوى، ما خصكش تقارنها مع المغرب، خصك تقارنها مع بحال في البوكس. ما يمكن ليش انايا نجي بغيت نلعب البوكس يعني في واحد التورنوا ديال الناس ديال 60 كيلو الور كو انايا فيا 100 كيلو، ما يمكنش خصك انت تلعب مع 100 كيلو، ما يمكنش، هذا غير عادل. خص تقارن الجزائر مع الكويت ومع السعوديه ومع قطر وحتى مع فنزويلا ومع جنوب افريقيا ومع نيجيريا مثلا. خصك تقارن هادنا خصك تقارن هادو، ما خصكش تقارن الجزائر مع تونس، ماشي مزيان. وبالتالي ما خصكش تقارنها مع المغرب، راه غير عادل، ماشي مزيان، لان حنا ما عندناش البترول وما عندناش الغاز وعندنا البوليزاريو وعندنا تسليح البوليزاريو وتمويل البوليزاريو من طرف الجزائر. وبالتالي خصكم تعرفوا بان الحمد لله في المغرب راه متقدمين مزيان، وحنا راه والله الا راه كبار، راه خصكم تشوفوا. ادخلوا مثلا مدينه الرباط وشوفوا مدينه الجزائر العاصمه، دخلوا للدار البيضاء وشوفوا، وادخل غير لمراكش، مدينه مراكش، شوف مدينه الجزائر العاصمه وشوف. واش فهمتوني؟ وتكلم مع الجزائريين في التواصل مواقع الاجتماع وداك الشيء وغادي تشوف براسك. هذا الشيء راه بزاف ديال الناس عارفين، هذه راه حقيقه. دابا واش من دابا لقدام الجزائر ممكن تكون احسن من المغرب؟ بطبيعه الحال الا النظام الجزائري يتبدل يعني ويغسل المخ ديالو اللي خانز اللي مخربق، بطبيعه الحال غادي يكون احسن من المغرب. واش فهمتيني؟ ولكن المغرب واش ممكن يكون احسن من الجزائر؟ بطبيعه الحال. اذا نقصوا الرشوه ونقصوا هذا الفساد شويه اللي عندنا، الفساد الاداري، ونقصوا شويه ونشوفوا هاد البرلمانيين اللي عندنا اللي ما كينفعوناش في حتى شي حاجه. فهمتوني؟
بطبيعه الحال المغرب غادي يتقدم، بطبيعه الحال اي بلد غادي يتقدم الا بغى. خصك دير يعني تصحح تحيد منك تحيد يعني تصحح البلاد ديالك. بون دابا الجزائر الا بغات تمشي يعني تدخل لهذا المجتمع ديال بريكس، كما قلنا البرازيل، روسيا، لاند، الهند، الصين و ساوث افريكا، لافريك دو سود، الا تدخل لهذا البلد بون الا تدخل الجزائر لهذا البلد. دابا المغرب اش غادي نربحوا واش غادي نخسروا؟ الجزائر انا نقول لكم الجزائر الا تدخل البريكس راه المغرب راه ما عنده ما يربح في هذا الشيء، ما عنده ما يربح في هذا الشيء. والجزائر الا دخل لهذه المجموعه ديال البريكس المغرب راه عنده بزاف ما يخسر، راه عندنا بزاف ما يخسر ما نخسروا. اولا وقبل كل شيء انا القضيه اللي كتهمني وهو المشكل ديال البوليزاريو. هاد الجزائر الا تدخل لك البريكس راه عندكم تصحابكم ان الجزائر غادي تدخل البريكس باش تحاول يعني تعاون فلسطين ولا تعاون النظام يعني المجتمع الجزائري وتحفر لهم شويه الابار ودير لهم شويه ديال لاغريكولتور ديال الفلاحه ولا ديال الاستثمار. لا راه ما بغاتش تدخل، راه الجزائر بغات تدخل لهذا المجتمع ديال البريكس لان كتشوف بان في الاتحاد الافريقي كتخسر وما عندهاش لا الجهد، ما عندها لا والو، ما عندهاش، ما قادراش. نذكركم بواحد الحاجه، يعني نذكركم بواحد المثل غير هذه شي ايامات، ان الجزائر بغات تدخل البوليزاريو الجامعه الافريقيه لكره القدم لاكاف، لاكاف يعني واش فهمتوني؟ هذا واش عمركم واش زعما شي انسان مغربي الا كيعرف هذه المساله ان الجزائر، النظام الجزائري بطبيعه الحال، النظام الجزائري والنظام الكروي ديالهم داكشي مخربط. هاد الجزائر بغات تدخل لكم البوليزاريو الاتحاد الافريقي باش يلعبوا كره. واش كتعرفوا شنو هو هادشي؟ واش كتعرفوا شنو هو هادشي؟ واش كتعرفوا شنو علاش كيدلل هادشي كيدلل على داكشي اللي كاع كنقولوا بزاف ديال الناس كيقولوا بان الجزائر هي اللي كتسلح كتمول البوليزاريو. راه ما يمكنش للجزائر انها تقلب بان غادي تدخل بان غادي ما يمكن للجزائر بانها كتقلب باش تدخل البوليزاريو الاتحاد الافريقي لكره القدم و الوغ كو هو يعني البوليزاريو في اراضي الجزائريه في الرابوني كما قلنا وسميتو في المخيم تينو وما تعطيش السلاح الوغ كو هاد السلاح الا تعطيه السلاح للبوليزاريو يعني هاد الشيء راه من مصالح الجزائر باش هاد المغرب باش تضعفوا، باش ما بقاش يمشي لافريقيا، باش ما بقاش يمشي لافريقيا، باش ما يدير استثمارات في افريقيا، باش الجزائر تكون هي دوله قويه في سميتو في لو نور دافريك يعني في شمال افريقيا، وباش هي تكون مسيطره وداكشي. واش فهمتيني؟ هاد تونتاتيف هاد القوالب اللي في النظام الجزائري لانها بغات تدخل لكم البوليزاريو للاتحاد الافريقي لكرة القدم، هذا كيدلل لكم يعني واحد المره اخرى، يعني ماشي هذه جوج المرات، واحد 100 ولا 1000 اخرى. فهمتيني بان كيدلل لكم بان هاد الجزائر الا غادي تدخل لكم البريكس راه غادي تحاول تبرزنا في المشكل ديال الصحراء والبوليزاريو. هاد الشيء راه ما فيهاش عندي انايا ما فيهاش يعني شي يعني انا المخ ديالي راه ما مدوخش في هذا الاتجاه. راه الجزائر الا تدخل البريكس راه عندنا بزاف ما نخسروا فيها. انا كنتمنى لان الا تدخل الجزائر لهذا الشيء راه كما قلت لكم، راه الا بغات تدخل هاد لي بريكس، الا المجموعه ديال البريكس يعني البرازيل، روسيا، اللاند، الهند، الشينوا، افريكا، هنايا غادي تزيد مثلا الجيريا غادي تولي بريكسا. الا تدخل هاد الجزائر هنا راه عندكم تصحابكم ان الجزائر غادي تجري على المصالح ديال وليداتها، راه ما غاديش تجري ما عارفينها، ما عندهمش هادشي، انا ما كنشوفش هادشي. راه غادي تجري اولا وقبل كل شيء باش تقنع هاد البلدان بان البوليزاريو بلد من بلد ديال افريقيا. واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟
باش تقنع هاد البلدان بان البوليزاريو هما حنايا مع البوليزاريو، وبالتالي الجزائر انا معكم، خصكم تكونوا معايا. واش فهمتوني؟ وهذا الشيء كتسمى تبرزيط. هذا الشيء راه تبرز. وانا دابا كنتمنى هذا الشيء. دابا واش كتعرفوا المشكل ديال تايوان؟ ها هو الشينوا، ها هي الصين، ها تايوان هنايا. في واحد الموقع قريت فيه غير البارح، واحد الموقع قريت فيه البارح، الناس راه غادي تلقاوه تكتبوا بالفرنساويه الجيري تايوان ولا ما عرف، راه وزاره تماك واحد سميتو تماك في الشينوا في بيكان في العاصمه، لومباسادور ديال الجزائر على حسب هذاك الموقع هذاك الجورناليست، يعني راه مكتوب هذا الشيء في الانترنت، قال لك بان تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، جزء لا يتجزأ من الصين. وشوفوا انه هو يعني الجزائر كتسعى لتقسيم المغرب، لتقسيم الصحراء عن مغربها ويعني المغرب، وتقسيم المغرب عن صحرائه، وهي تغني غير هذه السيمانه، تغني في وسط الشينوا وسط الصين بان الصين هنايا واحده، يعني وان تايوان يعني تايوان اراضي من اراضي الشينوا. وشوفوا لي على بنادم اللي كيقولوا لك حنايا بغينا لم الشمل العربي، لم الشمل العربي. واش عمركم شفتوا يعني شي ريزونمون واحد الجار، واحد الناس اللي كيقولوا حنايا مسلمين، حنايا كنعاونوا حركات تحرريه في فلسطين وفي جنوب افريقيا، وحنايا وبومديان دار وكنعاونوا، وشوفهم نورمالمون خصك تقول سيدي حنايا كنعاونوا الحركه التحرريه، حنا مع التحرير ديال التايوانيين. ياك التايوانيين ما بغاوش يكونوا في الشينوا، ايوا حنايا مع التايوانيين. تايوان عندها العاصمه ديالها سميتها تايبي، عندها العمله ديالها سميتها الدولار، سميتو الدولار التايواني، وهنايا كيتكلموا التايوانيه واخا كتشبه للشينوا، فهمتيني؟ وعندهم اراضي ديالهم موجودين، عندهم العاصمه كما قلنا سميتها تايبي، وعندهم وزاره ديال اما في البوليزاريو، راه البوليزاريو موجودين في الرابوني وفي المخيمات تندوب، وفي هذه الصحراء مغربيه، راه فيها الدرهم المغربي، راه فيها الريال المغربيه، والصحراويين مغاربه، وفهمتيني؟ الصحراويين هنايا مغاربه، امازيغيين هنا مغاربه، اريفيين هي هنا مغاربه، عروبيه ديال هنايا مغاربه، كل هاد الناس اللي ساكنين المغرب كيتسمى راه مغاربه. واش دابا شفتوا